هرجع تاني للاستاذ هاني شاكر. اتفضل. انت شفت ازاي دار ازمه المهرجانات؟ من فضلكم نزلوا الكارنيهات. اعرضوا لي يا جماعه عشان كفايه كده بقى. لا اعرضوا كفايه كده، ولازم كل حاجه تتحط في نصابها، عشان احنا بنهزر بقالنا فتره بنهزر. اعرضوا لي الكارنيهات دي، كارنيهات كل بتوع المهرجانات قبل ما مصطفى كامل يدخل. محمد صلاح حسن وادي اوكا. اقلب بقى بسرعه من فضلك. نور التوت، علي قدوره، من فضلك اقري يا خلود. علي قدوره وعصام عصام صاصه، سامبو وشحته كاريكا. كل ده في عهد شاكوش. من فضلك. ثانيه واحده يا جماعه، ارجعوا لي تاني على شاكوش. دوبل زوكش من فضلك. شاكوش هاني شاكر نقيب العام. كل الكارنيهات يا الاستاذ هاني. دوبل زوكش. يا جماعه اللي بعده على طول لو سمحت. ازاي الناس دي كانت موقوفه في عهد الاستاذ هاني شاكر والكارنيهات طالعه في عهد الاستاذ هاني شاكر؟ انا عايز افهم يا جماعه. في اسامي تانية كتير، انا مسلم كل الكارنيهات. خدنا اهم الناس. اذا اللي طالع يقول مصطفى كامل، اقف عندك بقى، اقفوا عندكم بقى. مصطفى كامل لما الغى التصاريح كلها بتاعت الناس دي، قلت لازم الناس دي تعرض عليا تاني. لما عرضت عليا الناس دي تاني قلت له يا ابني امال انتوا موقفين ايه؟ انا لما الاقي كل دول معاهم كارنيهات، امال ايه اللي كان بيطلع يتقال في الاعلام؟ دول موقوفين. فطلع دي اداه من ادوات الابتزاز المادي، ان معاهم كارنيهات، فبالليل يتقال دول اتوقفوا، فالصبح الولاد دول عندهم شغل فيكلموا خلود، والنبي يا مدام خلود احنا موقفين، يقول له شخلل. ايه ده؟ انا لما جيت عملت ايه؟ استاذ هاني شاكر مش واخد باله من كل اللي بيحصل. ماليش، ما اعرفش، انا مش عارف بقى. خلينا بقى نتكلم دغري، عشان انت دخلتي من اولها فيش ضرب، كله ان شاء الله مفيش دي. فاحنا خلينا ايه؟ انا نفسي تكون دغري خليني معايا. اكون انا لازم اكون دبلوماسي برضه. لا خليك دغري معايا. انا دغري معاكي. طيب اعمل لك ايه اكتر؟ انت اللي قايل لي انا راجل دغري وبحب اتكلم دغري. انا دغري؟ هو انا عشان دغري لازم اغلط في زميل ليا؟ لا انت مش بتغلط. لا هو انا لما اوصفك بحاجه انت عملتها يبقى هو راجل صديقي وصاحبي على مدى عمر كبير، يعني انا ما ينفعش اخطئ فيه، لان انا لغايه دلوقتي. مش الزميل ده هم اللي انصروا بيهاجموك؟ بيهاجموني في ايه؟ ان انت اللي دخلتهم. ما اعرفش، انا بعرض اهو الانصار وانصاري وانصار وانصار الحكايه. ادي الكارنيهات وبوريها لكم اهي موجوده. الناس دي كانت موجوده، بس كانت موجوده وما بتدخلش فلوس للنقابه، كانت موجوده بتشتغل بالابتزاز. الناس دي لما اتجابت مضت على اقرار وتعهد يا خلود. اقرار وتعهد عامله مصطفى كامل الشاعر. قولي كاتبه بالالتزام بيه انه يدخل نص لاي مصنف فني اليوم يروح للرقابه على المصنفات. فالطبيعي جدا لا انت هتلاقي كلمه مبتذله. اذا اوريدي هو مش هيوديها. طب ودى هيترفض. طب ما وداش ونزل. مصطفى كامل ما بيهزرش. طب ثواني، ما وداش ونزل حاجه دون المستوى. مصطفى كامل ما بيهزرش لا في اسمه ولا في قراره. طب في حاجه عايزه اقول لك عليها، سوري لو انا بقطعك. في فيديو شفته لحمو بيه كان عاوزاه يتعرض، عايزاك تقول لي ده قبل ما تمسك النقابه ولا حاضر. بعد؟ حاضر. طب عايزه اشوف الفيديو. قوي لسبت تركيب مصطفى كامل، نسمعوا له سقفه عاليه وكبيره. يلا بينا يا باشا اللي بعده. واحده واحده يا عالي اشرا وابتكاري دول اخرهم شغل سعادي واحنا دايما في العالميه. بص يا خلود، مصطفى كامل بتفتعل ضده. مصطفى اشرف وارجل من اي حد بيعمل اي حاجه معاه. مصطفى كامل معروف لكل الدنيا، اشرف وارجل وانقى وانضف ما دخل نقابه البنيه الموسيقيه دي. لا كلمه صعبه. مصطفى كامل ارجل واشرف وانقى من دخل هذه النقابه. لما تحاول مجموعات ان هي تدخلك في حاجات تسيء ليكي وانت بتقول يا رب يا كريم وعايزه الناس تسترزق والموسيقيين تكسب، لازم تحزني من قلبك. بس انا مش هحزن لان انا مكمل مع كل العصابات دي، انا مكمل معاكم حتى لو قررت اسيب النقابه مش هسيبكم. اما جمعت الشباب دول كلهم وجبتهم، جبت مجلسي الاول في بيتي، قعدنا في البيت عندي وقلت لهم يا جماعه احنا تحت ضغوطات كبيره وفي اتهام للنقابه ان الولاد دول معاكم وكانوا بيدوا وبياخدوا وبيرشوا ويعملوا. طب احنا نعمل ايه؟ لا انت قد انك تواجهي ضمنيه موافقتك على تواجدهم عشان الناس ما تقولكيش
بوظ الذوق العام، ولا انت تمتلكي انك تقطعي الارزاق كلها فيقول لك اللي قطع رزق الولاد. طب ما تيجي نقنن الوضع ونظبطه ونشوف دول ازاي يبقوا لو هم موهوبين حقا يداروا تحت مسؤوليتنا وتحت رقابتنا، ونوديهم الجهات اللي احنا رحناها، الرقابه العامه على المصنفات، وتراجع الكلمه وينضبطوا ويقفوا. طب الكلمه اللي قالها دي كانت لائقه؟ انا جاي لك انا هروح لك معلش سامحيني في السيكونس لو طول شويه. لا ولا يهمك. لما جبت الولاد دول وقلنا 1 2 3 ومضوا على التعهد بالاقرار بانهم يقدموا المصنف الفني للرقابه على المصنفات، عملت تصريح ربع سنوي ودي مش موجوده، بس ده كان بدعه من مصطفى كامل، ان انا هحطك هعتبرك متهم الى ان تثبت براءتك. يلا وريني ان انت شاب جوه المجتمع، حتى لو كنت تنازلت وكنت قدمت ادوات مسفه تضر بابني وابناء الناس واولادنا، يلا اثبت لي انك انت عايز تروح الطريق الصحيح.